بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. تحليل الأداء الرائع النهاردة في مباراة الأهلي ووادي دجلة والفوز 3-1. تمام، مباراة جميلة. الشيء الوحيد السيء في المباراة هو الهدف اللي جه في النادي الأهلي في الوقت الضايع من الشوط الثاني. أداء عالي جدا من النادي الأهلي الشوط الأول. اللي هيهاجم الأهلي هيزعل يعني تمام. فأي فريق بيفتح قدام الأهلي وبيهاجم النادي الأهلي هيزعل. تمام. استحواذ الأهلي في الشوط الأول كان 47% ودجلة 53%. الشوط الثاني كان استحواذ الأهلي 48% ودجلة 52 تقريبا. نسب الاستحواذ قريبة على بعضها. هو فريق وادي دجلة بيحاول ياخد الاستحواذ لنفسه في المباريات. تمام، بس أهم حاجة الفعالية الهجومية اللي كانت النهاردة أكتر خطورة للنادي الأهلي. قدرات عالية جدا من الثنائي المرعب إمام عاشور وتريزيجيه، ثنائي رهيب ما شاء الله يعني. الشوط الثاني انفرادات بالجملة سببها بعض الفردية وعدم التوفيق. تمام. الهدف الأول اللي هو جه عن طريق تريزيجيه من فنت رائع بسبب خطأ دفاعي. الكرة جت قدام وتمام، كانت رافعة من زيزو اللي علامة استفهام على أدائه. تمام. والهدف الثاني امام تسبب في ضربة جزاء سجلها زيزو. كواليتي عالي امام، اداء رائع بصراحة. والهدف الثالث اسيست بمجهود رائع من امام عاشور، وهدف رائع من مروان عثمان. بصراحة الاهلي امام عاشور مع النادي الاهلي اداء وكواليتي تاني خالص. افضل لاعب كرة قدم مش في مصر بس، في افريقيا كلها بالكامل امام عاشور. وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله لك دوت. امام عاشور كواليتي مش موجود. تمام. طيب، استحواذ الاهلي في المباراة بصفة عامة كان الاهلي 48% ودجلة 52%. ولو بصيت على الاهلي هتلاقي انتشار بطول الملعب. زي ما انا قلت لك، الفريق اللي هو وادي دجله اللي بيلعب على الاستحواذ دوت عنده مشكله في الكره الثانيه، فانت لازم تقابله بايه؟ بضغط بطول الملعب. فالاهلي كان انتشاره النهارده بطول الملعب ما شاء الله، وكان اداء رائع من النادي الاهلي. الفرص الخطيره كانت 2 للنادي الاهلي ومفيش فرص خطيره لوادي دجله. التمريرات الدقيقه كانت 328 النادي الاهلي و349 وادي دجله، لان الاستحواذ كان مع وادي دجله النهارده. اجمالي التسديدات 19 تسديده للنادي الاهلي، منهم 10 على المرمى وكوره لامام عاشور ارتطمت في القائم. كلنا سمعنا صوتها صاروخ من امام عاشور. كانت شوطه جامده جدا. تمام. الدجله ليه 9 تسديدات في المباراه وثلاثه بس على المرمى. يعني الاهلي 19 تسديده منهم 10 على المرمى، دجله 9 تسديدات منهم 3 على المرمى. تمام. طيب، تقييم اللاعبين النهارده في المباراه هتلاقي ان الشناوي ياخد 6.7. اداء جيد من الشناوي، ما يتسألش عن الهدف بالمناسبه. تمام. الهاني ياخد 7.1. ياسر ابراهيم 6.9. ياسين مرعي 6.7. كوكا 7.3. كان عايز يحترف، مش عارف واقفين له ليه. ما يحترف يا عم. يعني انا مش فاهم، انتوا في الراجل اللي عايز يحترف وعايز يمشي ومصمم يمشي، ما يمشي يا جماعه. مش فاهم انا. ما علينا. تمام. ديانج 6.1. المفروض ديانج ما يمشيش. يعني ده انا كلام بقول لك عليه، لان الكواليتي بتاع ديانج بالنسبه لخط النص رائع يعني. مروان عطيه 6.7. اداء مميز من مروان. زيزو 6.7 برضو. زيزو تكة كده معينة أنانية في أدائه. تمام. وهتلاقي إن في علامات استفهام على أداء زيزو الفترة الأخيرة. تمام. إمام عاشور نجم النجوم النهاردة 9.9. أعلى تقييم خده لاعب للنادي الأهلي من سنين يعتبر. 9.9 أداء عالمي من إمام عاشور، اللي هو الكواليتي اللي مش موجود زي ما أنا قلت لك. تمام. ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يبارك لك. تمام. تريزيجيه 8.4. اداء رائع من تريزيجيه. وبرضه تريزيجيه اداء مميز بصراحه، يوم عن يوم بيثبت انه لاعب كبير. تريزيجيه 8.4. تريزيجيه. مروان عثمان بدأ يجي وبدأ يعلى، وبصراحة مفيش حد بيديله عشان تبقى انت برضه فاهم. سجل هدف النهاردة من رأسية روعة. ياخد 7.8 مروان عثمان فيجي منه. تمام.
محمد شكري 6.5. يعني ما علينا. بن رمضان 6.4، أداء متواضع من بن رمضان. بن شرقي 7.2، أداء فردي من بن شرقي. تمام. الشحات 6.6، عمل انتعاشة لما نزل حسين الشحات. طاهر 6.3 برضو، أداء متواضع من طاهر محمد طاهر. بصفة عامة المباراة النهاردة كانت ممتازة. النادي الأهلي ممتعة بصراحة من الفريقين. فريق وادي دجلة فريق مميز، محمد الشيخ مدير فني بيلعب بأسلوب معين، ليه طريقته في السيطرة على الكورة والاستحواذ والهجوم. بصراحة مدير فني مميز. لكن طبعا نجوم النادي الأهلي النهاردة الخط الهجوم قوي جدا، قدم مباراة رائعة، خاصة إمام عاشور وتريزيجيه. الاهلي تعاقد مع هادي رياض. الموضوع خلص، اللي هو مدافع بتروجيت 4 مواسم، اللي هو يعتبر 3 مواسم ونص. نص الموسم ده و3 مواسم جايين. تمام. في مقابل 30 مليون جنيه لبتروجيت، بالاضافه ل 5 مليون تمام امتيازات على 3 اقساط خلال 6 شهور. يعني المبلغ اللي هو 30 مليون ده على 3 اقساط خلال 6 شهور. جلسه التصوير بتاعته بكره ان شاء الله في التتش. هادي رياض عنده 27 سنة، بيلعب قلب بدفاع في بتروجيت، أحرز هدف واحد مع فريق بتروجيت. نتمنى له التوفيق إن شاء الله مع النادي الأهلي. وهعمل لك فيديو بإذن الله بس لما يخلص شهر يناير عن تقييم الصفقات اللي الأهلي جابها في شهر يناير بالأرقام، عشان تبقى أنت برضه شايف الموضوع وشايف الصورة واضحة. آخر يناير إن شاء الله يوم 31 هعمل لك فيديو عن صفقات النادي الأهلي كاملة. وبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة يانج أفريكانز اللي إن شاء الله تبقى يوم 31، يوم السبت 31 يناير بإذن الله في تنزانيا. بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.